أنا شهد من دفعة 2006، وبمعنى أوضح دفعة تالتة ثانوي كمان شهر. إلى كل الأجيال اللي داخلة تالتة ثانوي، مش شرط 2006، أي سنة الحقيقة مش هتفرق. إليكم أهم فيديو في حياتي وحياتكم غالبا. زمان وأنا صغيرة، تحديدا من 7 سنين، لما كان عندي 10 سنين وكنت داخلة 5 ابتدائي على ما أتذكر يعني، قدرت في الوقت ده أنا وكل اللي كانوا في سني نفهم شوية ونسمع عن أصعب سنة دراسية بيعيشها أي طالب، والسنة دي هي اللي بيحدد فيها مصيره وحياته هتبقى عاملة ازاي بعدين. على الرغم اني كنت طفلة في الوقت ده وكان بالنسبة لي بدري قوي على اني اوصل للسنة دي، بس كان بيجيلي شعور بالخوف ولو لثانية، وكنت بفضل افكر كتير عن اللي بسمعه وقد ايه السنة دي فعلا مهمة لأي طالب. ودي الحاجة الوحيدة اللي أثبتت لي فعلا قد ايه مجتمعنا نجح انه يعيش أي طالب في الرعب ده من وهو صغير ويخليه يفضل يفكر في السنة دي. وعلى فكرة حتى الطلاب اللي مش هاممها الدراسة ومش فارقة معاها بيكون جواها خوف ورهبة، وده بسبب اللي بنفضل نسمع عنه، والجملة الشهيرة بتاعت أي أسرة وأي شخص بتتقال لنا لما بنبين تعبنا أو نعبر حتى إننا بس مش قادرين، اللي هي أمال هتعملوا إيه في تالتة ثانوي؟ سبحان الله، كأن تالتة ثانوي دي مفيش زيها وهنتعب فيها تعب مش هنتعبه في حياتنا، على الرغم إننا مخلوقين أصلا عشان نتعب. المهم، فضلت الأيام تعدي وكنت كل ما بكبر بيزداد عندي إحساس إن أكيد كل حاجة زي ما ليها جانب صعب ومخيف فهي برضو أكيد ليها جانب جميل، بناخد منه خبرة وبنتعلم منه، وبالعكس بنستمتع بيه حتى لو هو متعب. واتأكدت فعلا من كل ده لما وصلت لسن ال17 وقبل دخولي تالتة ثانوي، يعني في الوقت الحالي اللي أنا بكلمكم فيه دلوقتي. الفيديو ده أنا عاملاه عشان جوايا حاجات كتيرة قوي نفسي أقولها لنفسي ولكل الناس اللي داخلة تالتة ثانوي زيي. تالتة ثانوي في الوقت اللي أنا بكلمكم فيه ده هي بالنسبة لي المستقبل، يعني شيء مجهول لسه معرفوش، زي ما كانت المستقبل بالنسبة لي من 7 سنين. بس المشترك بين شهد زمان ودلوقتي على الرغم من طول المدة هي التفكير. شهد قعدت تفكر في نفس الحاجة زمان ودلوقتي. كنت بفكر في تالتة ثانوي اللي هكون فيها بعد سنين طويلة وكتيرة قوي، ودلوقتي برضو عمال أفكر فيها، بس المرة دي بعد ما فاضل لي شهر بالظبط وأكون رسميا دخلت أصعب سنة في حياتي وأهمها، وهي سنة عنق الزجاجة. يمكن اللي هقوله في الفيديو ده يبدو لبعض الناس وإيه يعني كلام عادي، بس أنا عشت في انتظار اليوم ده اللي هقول فيه لنفسي الكلام ده كله قبل ما أدخل تالتة ثانوي وأبدأ هذه الرحلة الطويلة. وما كنتش أعرف إني هكون على السوشيال ميديا في الوقت ده وعندي ناس كتير بتتابعني أقول لها الكلام ده معايا، بس أهو ده اللي حصل بقى، معلش. أول حاجة عايزة أقولها لنفسي هي ما تسمعيش لأي حد بيقولك إنها سنة زي أي سنة، لا، هو الحقيقة بيضحك على نفسه وعليكي. السنة دي مش زي أي سنة وما ينفعش نقارنها بأي سنة لأنها أهم سنة. مش هقولكم الأصعب لأني لسه ما دخلتهاش وما أعرفش هل هي فعلا صعبة ولا لا، بس أيا كان صعبة أو سهلة فهي الأهم، وما نقدرش ننكر ده ولا حتى نقدر إن احنا نقلل من قيمة السنة دي. عشان كده أول حاجة لازم أعرفها إن تالتة ثانوي مش زيها زي أي سنة، لا، هي الأهم. وده على فكرة مش هيخوفني، بالعكس ده هيخليني دايما مستعدة لأي حاجة هشوفها وابقى مدركة ان انا في أصعب سنة. عايزة اقول لنفسي ان التعب في السنة دي اكيد مش كل حاجة، لا، في حاجات اهم زي قوة التحمل والصبر وطولة البال. اكيد اننا نتعب ونجتهد عشان ربنا يوفقنا في السنة دي حاجة مهمة، بس لو تخيلنا ان بعد التعب والاجتهاد ده كله في لحظة ضعف وفقدان للامل عشان ما عندناش قوة تحمل ما قدرناش ان احنا نكمل كده، مبروك، تعب السنة كله راح. انا قلت لكم ايه اللي راح؟ تعب السنة. ده يدل على ان كان في تعب بس من غير الحاجات التانية الاهم منه بكتير اللي انا لسه قايله عليها. عشان كده دايما بقول ان التعب والاجتهاد مش كل حاجة، في حاجات تانية اهم بكتير هي اللي لازم اركز عليها وما سيبش نفسي افقدها وانا داخله اهم سنة في حياتي. مش كل حاجة بس في الاجتهاد والتعب، في حاجات تانية اهم بكتير لازم اركز عليها. اوعي تبطلي تحلمي، مهما واجهتك صعوبات ومشاكل احلمي بالحاجة اللي نفسك تحققيها، بس ما تخليش ده يكون على حساب نفسك ووقتك انتي. في ناس كتير من كتر ما بتحلم وبتتخيل بتنسى نفسها، وده غلط. احنا نحلم عشان دايما ندي نفسنا الدفعة اننا نكمل. سيبك من اللي عدى عشان هو ماضي، وما تركزيش في اللي جاي عشان ده مستقبل واحنا ما نعرفش ايه اللي مستنينا فيه. احنا ما نملكش حاجه غير اللحظه اللي بنعيشها دلوقتي، فاوعي تضيعيها، ودايما اسعي واجتهدي وتعبي في كل دقيقه بتعيشيها، واوعي تضيعيها عشان ما نندمش بعد كده على الوقت اللي كان في ايدينا نعمل فيه حاجات كتيره قوي. شعور الندم اصعب بكتير من شعور انسان قعد عمره كله بيحاول وما وصلش. على الاقل المحاوله بتعلمه حاجات كتير، لكن الندم ما بيعلمش حاجه غير انه بيفكرنا قد ايه احنا كنا اغبياء. ده انا والله عليا حكم.
الدرجة اللي بتستلميها في كل امتحان هي رقم وقابل للتغيير. قابل للتغيير. عادي لو كان وحش نقدر نغيره ونجتهد اننا نعلي في الدرجة دي طول ما لسه عايزين ده وبنحلم. فبلاش نزعل ونكتئب ونبطل نتعب عشان الارقام دي مش عجبانا. لا، احنا نقدر نغيرها وعندنا فرصة قبل الامتحان اللي ارقامه فعلا صعب نغيرها. اللهم احفظنا يا رب. تالتة ثانوي مش حرمان من متاع الحياة. يعني مش هحبس نفسي فيها ومخرجش من بيتي ولا اقفل النت وامنعه عن نفسي خالص. لا، انا لو عندي بس تحمل المسؤولية وتقدير لوقتي وادارته صح مش هحتاج اني احرم نفسي، لانها ما تستاهلش اعمل كده، وانا اللي اقدر امشي السنة على مزاجي مش هي اللي تمشيها على مزاجها. آخر حاجة، مهما صعوبة السنة وضغطها زاد علينا مش هنيأس ومش هنبطل نسعى إننا نجتهد، عشان أنا إنسان ما بعرفش أكون غير كده، ما بعرفش أعمل حاجة غير إني أسعى، ما بعرفش أشوف نفسي شخص ما عندوش طموح أو ما بيسعاش يحقق حاجة. لا، إحنا أكبر من كده بكتير، وأيا كان المكان اللي هنكون فيه بعد السنة دي لازم نكون من أنجح الناس فيه. لازم نفكر نفسنا دايما إننا نستاهل التعب ونستاهل الفرحة دي، ولو مش عشاننا عشان أي شخص بيحبنا وخايف على مصلحتنا. مش هسيب نفسي للظروف ومش هسيب حد يحبطني، مش هسمح لأي حاجة تخليني أكون الضحية في السنة دي. لا، أنا هطلع من دور الضحية ده وهعمل كل حاجة أقدر عليها. وأخيرا، التعب اللي هتتعبه طول السنة دي واللحظات الوحشة قبل الحلوة اللي هتمر بيها هي اللي هتدي طعم لرحلتك، هي أهم بكتير من إنك هتكون في أنهي كلية بعد السنة دي. افتكروا دايما إن الكنز في الرحلة وليس أبدا في الوصول.